يا الكاشف اي اي ريق ناشف وكمان يا البلة. ايوه يلا اليوم ولا انتوا داري انا صار اطلع في الفرشات دي من امبارح. والله ما داري حاجه ذاتي. هذا البرنامج برعاية سايبر ديليفري، سفالي، تطبيق سيروا للتنقل، بشرى، وغودي، قسما لا البلة طاقانية نسقوها ما حصلت. أزال المغلب ده سمعته طلعت ملات والشمس حية. أنا من قبال شاملي ريحة قاشة وصلت الدكوة علي الغسم لما لفيت منه ونوشي بالملاية. انت نخلانك ازاي عادم الهوستين ده اليوم بيودي لنا غايته. رايك شنو الكاشف المغرب اول ما يهزي النقع الدرداقات حقات التبش بالشطة ديل ونحلي بالبامبي. لا مالي مجنون ولا شنو؟ اشلب لي جلد الشطة واقول لي معاه 3 سلابات تبش. انا غايته الليله بجوحتدي داير لي 25 صيغه قاشة ونص طاوله عيش وبصل مشقق. 25 صيغه تبي معماله؟ عليك الله سف لك زين اسمنت عشان تقوم لك مصطفى في الفسحه في لازق دي. يابا والله ادونا حصه في العلوم قالوا الاكل المكشوف ده مودي سيدو التوج. يا جانا ده كلام شنو؟ وكيد بيدوكم اكل في المدرسه مالك مجننا وقاعد يضعنا كل يوم بحق الفطور. يا البلة يا اخي دي معلومه ما وجبه. هسه على الاقل الشمس دي باقه بيه هنا وانت باقي فينا بيه هنا. يا اخي انا فتلت من الليش ليش والله الواحد بقى زي الجيل المليه. يا ما يا اخي اليوم ده مسخن ما تجيب لنا بطيخه نخدها تحت الزير عشان تبقى بارده للفطور. دي بطيخ هسي ولا كلبه واحده اللي بخدوها تحت الزير دي ما تخدوها في ثلاجاتكم كلها جراكن مويه دي ثلاجتك انت زي سيلي. نحن الثلاجه اللي ليلتنا مزوده تبخيلات من الطايوق لحد الموليته. انت يا كاشف ثلاجتكم دي بقى زي دكان العطاره كلها حلبه وحرجل. والله باقي لكم العطرون بس. احسن حاجه في رمضان الاكل الصحي عشان انتوا صايمين ما تقوموا تسمموا يبقوا عليكم قضا بعد رمضان. انا اي مطعم ما عنده منيوم ولا له شتة ما بقبل عليه كان اموت بالجوع. خلاص يا كاشف راح الصيدليه جنبنا دي نشتري لنا بطيخ طبي وكيد خايب على روحك وما بتاكل الا في مطعم منعم القطو ده. انت الحاصل شنو يا الكاشف السوق ده غير البطيخ ما فوقه حاجه؟ انا قال كان اشتريت لك عراقي بدوك معاه بطيخه زياده. بيكون مخزن من السنه اللي فاتت خلي بالك. ده بطيخ ولا زبيرات؟ كيف يعني مخزن له سنه؟ عادي بتحصل كده. دقيقه نزل بتاع البطيخ ده. اسمع يا اخينا جوز البطيخ بكم؟ شيل 2 ب4000 بس. خبر اصله شنو ب4000؟ ليش شنو انت بطيختك دي بيجوها فيها عنب ولا شنو الاخو؟ هسي البطيخ ده عنده ورق ولا بايعينه بوك وساي؟ ده بطيخ عثمان درجه اولى. بطيخ عثمان كيف؟ يعني الناس دي كلها اشترت منه البطيخ ولا شنو؟ يا البلة عمك عثمان منو يا اخي؟ قاصد لك لعثمان يا ولل. اسمع يا الاخو داري لنا بطيخه مقشره الجد البره ده ماني دايرينه عشان نخفف السعر. لا يا البلة لا يك شنو دالنا مقفوله والجلد والله ندين للضباح بعدين. يا البلة يا اخي انه الحال ما تقوم على المصان عليك الله. جلد شنو راس شنو يا ناس؟ انتوا مجانين ولا شنو؟ دي بطيخه ولا خروف؟ خلاص جيب لنا سماعه الدكتور نكشف عليها يمكن تطلع عيانه وتجيب لنا المرض الكعب. انا بطيخي ده معروف في السوق حلا وحمار. يا زول هوي حمار شنو؟ انت قايلنا جينا نشتري لنا كارو ولا شنو؟ حمال ما حمال افتح الحمال ضمها يا حمال. ايوه سامح الحاء فيها شده ولا كمبليته؟ يا البلة عليك الله ما تجي تكمل لنا العب الطفوله دي هنا. اسمع يا الاخو بنعمل لها فتح السقف لما نصل البيت لقيناها مسيخه بنسمكلها ونديها ابويا ونلجع لك وتدينا قلوشنا. اللهم طولك يا روح. خلاص شيلها يا الكاشف الزود ده بجرح لنا صيامنا ساكت بالنظم الكثير. لم اصحابك وحمل لعبة ليدو الفيلش استمتع باصوات الشخصيات بما فيهم انا. منتظر شنو انت؟ ادخل جوجل بلاي وحمل اللعبة مجانا. العب ليدو الفيلش واجلد الكيش. جو الليلة ده غايته سخانة جد لكن ما قصرت يا الكاشف. جبت لنا بطيخة بقشرة. القشر ده جبنا لك لأنه وجبتك المفضلة يا حاج اللمين.
مو مؤاخذتها يا اللخو، لكن الكاشف انت فتحتها شفتها حمراء ولا جبتها ساكت؟ قلنا نعمل لها فتح السقف بعد البطول هنا، لقيناها مسيخة نرجع طوالي، لكن حسب خبرتي حتكون عسل عديد، عشان كده ابوي والبلة قالوا تاني بياكلوا اكل صحي بس، اي حاجة فاتحة ما بياكلوها. دردقوا الايام دي رماد وشه محل ما تقبل تلاقي قدامك فيه وشك. دردقونا كيف يعني؟ انا اخوك علي الغصم عزل يدينا ديل، نحن ناس سوق عزول. قال لك دردقو قاصد تبي شاحن بالليته. بس اوعى يكون غشوكم وبعدين تطلع مسيخة وما حمراء. افا يغشونا كيف يعني؟ انا البطيخه غسم من الجلد الليله بعرفها. انا مغمض والوطن اللي بحلف لك البطيخه دي كان نيه ولا نجيده. انت بتلعب ولا جنان ولا ظليه؟ شوفوا يا جماعة، البطيخ ده بالذات تخصصي انا، وناس البيت لما يكونوا دايرين يشتروا بطيخ ما بخلوا زول يمشي غيري، عشان تكونوا عارفين بس. طبعا جدي الله يرحمه كان بيزرع نوعين من البطيخ، واحد في الرملة والتاني في الجروف. يعني أنا كان عاينت سايل البطيخة بعرفها نية ولا نجيضة. يا زواقة بطيخ اللملم خدتوا له صياد ولا بقوم لزع عادي؟ والله عندك قصص تمحن الزوز ذاته محنة. كده يا العوض قطع البطيخة دي خلي الهوا يضربها، اللزان ده قرب يازي. ده شنو ده؟ ياما البطيخة من جوا زي جلابية العيد بيضاء. ما هو بقولوا لك النية زاملة السيدة والبطيخة جاتنا زي نيتنا. أنا لو عارفها كده كان وصيت نظرية يجيبها لنا معاه، عينه سمحة ونيته كعبة. كانت الحلقة برعاية سايبال ديليفري، سفالي، تطبيق سيروا للتنقل، بشرى، وغودي